موسيقار عالمي يعني اسمها اللي يهواك هواه واللي ينساك انساه. فأنا ماشي على المبدأ ده. ايه الغلطة اللي غيرت حياتك؟ يعني غلطة تغير حياتي؟ اه ما يعني مش عارفة، أنا ما بعتبرهاش غلطة. مجازا هنقول ان هي غلطة عشان حصل علامة، ما احنا مش عايزين غلطة ساقطة. الغلطة الهدف ان احنا هنتعلم منها. فايه الغلطة الكبيرة اللي حصلت غيرت مجرى حياتك؟ أيام الرئيس أنور السادات، والرد الفعل العدائي جدا اللي كان ضد جوزي الله يرحمه علي الشباشي اللي أنا واخدة اسمه. كان إنهم جم يدوروا عليه عندنا في البيت على أساس إنه اشترك في مظاهرات مظاهرات بتاعة اللي سماها السادات انتفاضة الحرامية بعد كذا سنة من سفرنا، وعلى أساس إنه اشترك. يعني هو كان وقتها كان بقاله 5 سنين بره مصر. فأنا يعني كنت مترددة إن أنا أروح باريس، لأني بحس إن أنا بتنفس هوايا وكل حاجة عندي مصري. يعني إذن إسرائيل كانت السبب في إن أنا ما اشتغلتش بالمحاماة. بعدها بقى أنا اشتغلت في إذاعة مونte كارلو، عملت امتحان وعملت مسيرة كبيرة قوي. دي كانت اكبر حاجة وغيرت حاجات كتير قوي في حياة حد. يعني غيرت إن أنا عرفت حاجات، لكن ما ندمتش على أي حاجة. هو واضح ان حضرتك فعلا ما بتعترفيش بفكرة الخطأ او الغلطة، لان انت عندك باي ديفولت انت شايفة فيها علام ومزايا وحاجات بتحصل كده. أنا بعمل اللي أنا مقتنعة بيه. فاذا حضرتك طبعا ما عندكيش ندم على اخطائك. لا، انا حتى في اصدقاء ليا صحفيين يعني، وفي منهم موجودين لغايه النهارده، قالوا لي فريده يعني هي انت مجنونه لبنانيه؟ قلت لهم ليه؟ قالوا لي كده هتحطي على ظهرك الموساد والسي اي اي. قلت لهم وحط الدنيا كلها على ظهري. امي قالت لي امشي عدل يحتار عدوك فيك. الله. وانا لما هيدوروا ورايا بملقاط مش هيلاقوا لي حتى هفوه مهنيه. وده اللي حصل، ان انا قضيتي قعدت 10 سنين، ودي اطول قضيه عماليه في فرنسا، ومع ذلك ما عرفوش يلاقوا لي حاجه الحمد لله، لانه ماشي على اللي قالته امي.